الستات بطبيعتها بتحب التقدير وبتقعد يعني ايه لما حد يقول لها برافو تدي اكتر تدي اكتر يعني وما تريحش. أيوة. لحد لما تيجي في حته كده تقوم واقعه من طولها. يعني اشرحي لنا اللعبكه النسائيه الداخليه. عارفه هي خلصت ايه؟ ايه بقى؟ خلصت طاقتها كلها، حرقت كل حاجه ممكن تستفيد منها هي والاخرين، لان هي لما فضت الكاباسيتي بتاعتها ما عرفتش تدي اللي حواليها حاجه، فوقعت زي ما انت بتقولي كده. اللعبكه دي احنا لو مسكنا طرف الخيط، طرف بكره الخيط، طلعنا لها راس بس هنعرف نمشي ونفك اللعبكه كلها. فالموضوع انه انا وصلت لمرحله من الارهاق الجسدي والذهني عاليه جدا، ففيوزاتي ضربت ببساطه. بس هو ده احنا بنعمل الاحتراق. المشكله يا سلمى ان احنا بنعمل ده بمزاجنا واحنا مش مدركين تماما، عشان انت عايزه الابريشيشن طول الوقت. عايزه تقدير وعايزه الناس تقولي برافو. اذا انت ممكن تبقي مستنيه دايما الابريشيشن من براكي، التقدير والاثناء على اداءاتك والحاجات اللي بتعمليها من الخارج. فانت محتاجه تبقي بتشوي طول الوقت وبتوري انا بعمل ده، انا بعمل كل حاجه. سوبر وومن. سوبر وومن. ومفيش سوبر وومن، لانه مهما عملنا ومهما زودنا قوي في الموضوع ده هتجيلنا مره واحده زي ما قلت لك كده الفيوزات هتضرب هنقع. فلو وقعت الفيوزات ضربت دي بتتقال على لا مش على الجنان اللي لسعوا خالص. مش قصدي كده، بس انا قصدي انه انا خلصت خلاص كل اللي عندي، مخزوني فضي. هو مخزون، هي الطاقه مخزون. مهما كانت قدراتك ومهما كنتي شاطره قوي في انك تتعددي الادوار، انت في الاخر سواء كنتي زوجه سواء كنتي ام سواء كنتي ايا كان، فانت هتلاقيكي في الاخر مقدمه خدمه لشخص ما او لاي حد، سواء لاب لزوج لاولاد لكذا. فانت بتقدمي خدمه في الرعايه، مطلوب منك حاجات معينه فيها، وفي نفس الوقت مطلوب يبقى دايما عندك مخزون وبدائل تقدري تستخدميها وانت بتقدمي الخدمه دي. وفي مثل معروف قوي 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 بيقول خد من التل يختل. فلو انت مهما كنت كبيره قوي ومليانه حاجات وعمالين ناخد 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 ناخد، مفيش تعويض، احنا مش بنشحن تاني. طب ما هو هيختل. خلل، يعني خلل في المنظومه، خلل عندك وخلل في بيتك، خلل في اسرتك، فالمنظومه حصل فيها خلل. طيب ايه الحاجات اللي ممكن وانا مش واخده بالي عماله تستهلك فيا وتستنزف فيا؟ تستنزفني. ايوه، وانا مش عارفه ان انا كده، يعني بيحصل لي احتراق وانا مش واخده بالي. بوزع طاقتي غلط. ما بحافظش على مخزون زي ما كنت لسه بقولك. عارفه لما دايما يقولك فين السبير؟ عندك حاجه سبير؟ لو ما عندكيش حاجه سبير، لو ما عندكيش طاقه سبير انت شايلاها الوقت المهم بالنسبه لك وفضيتي، هتقطعي بنزين، هتقفي. في حد ممكن يقف ويفضل واقف على رجله، في حد ممكن يقع علشان هو احنا الستات بطبيعتها بتعرف تاخد ادوار كتير طبعا غير الرجاله. فلما باخد ادوار كتير وبوزع على كل الادوار نفس الكفاءه بخلص بسرعه قوي. طيب عايز اعرف يعني الاحتراق ده الرجاله فيه معانا ولا لا؟ الرجاله بعيد. يعني هل دي حاجه مرتبطه بالستات ان هم اللي بيحصل لهم البيرنينج اوت والاحتراق ده والكده، ولا هم الستات اكثر عرضه لده؟ لانه الست بدورها كأم عايزه تبقى احسن ام، وبدورها كزوجه عايزه تحافظ على بيتها وعلى جوزها وتبقى احسن زوجه، علشان احنا بقى بنفكر شويه يعني 360 عارفه. فلا لحسن هو لو ما لقانيش بعمل اللي عليا ممكن دماغه تروح لحد غيري. اصلا. اوكي، ده احنا رحنا ده انا فاتحه الزاويه على الاخر، فاتحاها تماما. فانا بدور في اللي ممكن يحصل واللي احتمال يحصل واللي لو قصرت هعمل ايه. طب ولو انا ام فانا عايزه اولادي يبقوا مرتاحين، حاجتهم مظبوطه وكامله و بمنتهى الاتقان طبعا. وانا في شغلي محتاجه احافظ على شغلي جدا عشان هو ده اللي انا بثبت فيه نفسي وكاريري وكذا وكذا.
وفي نفس الوقت انا محتاجه امي، محتاجه ان انا اعدي عليها كل يوم علشان هي رجليها وجعاها فانا لازم اطمن عليها، محتاجه اسال على خالي عشان هو تعبان بس مكالمته بتضغطني بس مضطره اكلمه، محتاجه اشوف عمي، مش ايه في ايه. بس دي كلها حاجات مهمه يا مهمه سلمى جدا ولازم بس تتعمل. مهمه جدا بس مش لازم كل ده اوزعه على وقت واحد لحد ما افقد كل حاجه. يعني قصدك ان انا مثلا اعمل لنفسي سيستم، اعمل لنفسي سكادجول، جدول، اعمل لنفسي سكادجول، اعمل لنفسي جدول. أوكي. اليوم اللي هعمل فيه كذا وكذا مش هقدر اخد فيه رقم 3، اليوم اللي هعمل فيه 1 و2 3 مش معايا، هخلي 3 في يوم تاني. هعمل لنفسي جدول شبه اشاره المرور، احمر واصفر واخضر. ايوه. الاحمر ده الحاجه اللي مش هينفع تتاجل، ااجلها ابدا، الاصفر اللي وارد ااجله ما اجلوش، الاخضر اللي ينفع ارميه خالص واعمله في اي وقت براحتي. فهحط بريوريتيز وفي نفس الوقت مش ناسيه نفسي. انا عايزه برضو اعرف منك الشكل الاحتراق اللي بيحصل للست وهي مش عارفه ان هي كده بتحترق. يعني ايه الاعراض اللي ممكن تكون هي حاصله لها؟ لان وارد قوي ان يكون في ناس بتتفرج علينا دلوقتي مش عارفين، هم داخلين في القصه وهم مش فاهمين انه دي حاجه لازم يبقى ليها وقفه. طيب اول حاجه ان انا يبقى عندي حساسيه زايده عن اللزوم ما كانتش عندي قبل كده. ممكن من كلمه واحده انفعل جدا، ممكن من تصرف بسيط جدا الاقي نفسي بعيط من غير سبب ومش عارفه اوقف، ممكن افقد الباشن بتاعي او الشغف بتاعي في الحاجه اللي انا بموت فيها. بحب شغلي جدا بس بنزل متقدره ومش قادره اروح، بروح مش عايزه اصبح على الناس، مش قادره، انا مش متضايقه من حد بس مش قادره. عندي احساس ان انا عايزه اختفي، مش عايزه ارد على الموبايل، مش عايزه، خلينا نتكلم واتساب احسن. انا مش قادره اتعامل مع الناس عن قرب لاني ما عنديش حاجه اديها. مفيش طاقه، ما عنديش طاقه. ما هي بصي هي الكلمه مفسره نفسها بشكل مش طبيعي. يعني يمكن هو شويه اكسبريشن ما كانش دارج زمان، وحاجات كتير قوي على فكره بقت دلوقتي موجوده ما كانتش موجوده زمان كتعريف، لكن الحاله موجوده، الحاله ما اتغيرتش. يعني من زمان قوي الموضوع ده بيحصل بس ما كانش ليه اسم، اللي هو البيرنينج اوت او الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي. ممكن كمان زمان شويه، يعني ايام امهاتنا مثلا كانوا يقولوا مالها الست دي، ايه اللي جرالها، في ايه، هي يا جماعه هي فيوزاتها ضربت. هي فيوزاتها، انت كده فسرتي الكلمه بالظبط، وهي فعلا كانوا بيشوفوا ان هي اتجننت. ايوه دي فيوزاتها ضربت خالص. بس فالموضوع انا هلاقي نفسي زي ما بقول لك كده، الحاجات اللي كنت بحبها ما بقتش قادره اعملها، الناس اللي عايزه بحب اتكلم معاهم مش قادره اتكلم معاهم، مش قادره اقوم بواجباتي العاديه اللي انا كنت بقوم بيها تجاه ولادي. فانا وانا بحافظ على طاقتي وقصرت شويه تجاه ولادي، دي نتيجتها حاجه، والنتيجه لما احترق تماما واخلص كل اللي عندي فما لاقيش حاجه اديها لحد وانا شخصيا ابقى جسم من غير روح، دي حاجه تانية خالص. طيب لو انا واحده مدمنه شغل وبحب التفوق وبرفكشنست او مثاليه وعايزه بيتي يبقى احسن حاجه وكده، وحاصل لي ده مش عارفه اخرج بره الدايره دي، عايزاكي تقولي لي ازاي اعالج نفسي، او يعني ايه الخطوات العمليه اللي ممكن تبقى يعني طريق للعلاج ان انا اخرج بره الدايره دي كواحده خلاص هي حبت الحياه دي. اوكي، هحط لنفسي اوقات راحه، دي مش رفاهيه ولا هي دلع ولا هو لما الاقي وقت، لا انا لازم احط لنفسي اوقات راحه اجباري بقى، اجباري. واقبل اني اديليجيت حاجات لحد، ان انا ادي المسؤوليه او التفويض افوض حد تاني يعمل حاجه بدالي. مش لازم انا اللي هودي التمرين وانا اللي هجيب من البتاع وانا اللي هعمل مش عارفه ايه وانا اللي هرجع من الشغل، انا مش لازم كل الحاجات، مش لازم كل الحاجات. طيب لو مفيش غيري، على فكره في ممكن يبقى في حد ما يبقاش في اوبشن اساسا، مفيش اوبشن غيري، يبقى هقلل الحاجات، مش هدور على حد افوضه، هقلل الحاجات وانا مقتنعه انه ده الحل، مش وانا حاسه ان انا وقعت بيني حاجات. علشان على الاقل اعمل الباقي بنفس الكفاءه المطلوبه، بدل ما اعمل 10 حاجات بكفاءه قليله قوي، لا انا هعمل 5 بكفاءه عاليه قوي. ايوه، فهيبقى النتيجه احسن بكتير.
مش بكترة بس المهام. ممكن حد يقولك طب ما انا هقلل الحاجات دي، انا كده كأني فشلت في الموضوع فمش قادرة. يعني في برضو ستات هيحسوا لا ما انا جامدة، يعني اقلل ليه؟ طب ممكن تقولي لي، هو الحياة كلها نفس الأولويات؟ يعني كل الحاجات اللي عندنا في حياتنا لا هي طبعا في حاجات أولى من حاجات وأبدى من حاجات. فأنا لما أخد أهم الحاجات اللي عندي لبيتي ولولادي ولحياتي وأحط فيها كل مجهودي وكل الكفاءة المطلوبة فتطلع بنتيجة ممتازة، أحسن بكتير قوي من تعدد الأصناف على السفرة وكلهم بايظين، كلهم طعمهم وحش، كلهم ناقصهم حاجة. هل في دور على مثلا لو قلنا ست وجوزها مثلا، هل في دور على الزوج؟ هل في دور على لو واحدة لسه حتى في وسط باباها ومامتها ومحملين عليها، يعني هل في دور على طرف آخر ولا أنا اللي مسؤولة يعني كلية عن إن أنا اللي أتخطى حتة الاحتراق النفسي دي؟ بصي، الأطفال ما بيحصل لهمش احتراق نفسي، ما بيحصلش احتراق نفسي غير بعد النضوج، لما يكون أنا بقيت فاهمة وقادرة أميز وقادرة أحرك نفسي بنفسي. طالما أنا وصلت للمرحلة دي فأنا مش مسؤولية حد خالص غير نفسي. فلو أنا تعبت وحاسة ان انا كفاءتي بتقل، مجهودي بيقل، طاقتي بتروح مني، انا اللي مسؤولة احافظ على ده، محدش هيديني، محدش هيشحنني. لو انا عارفة ان انا اللي مسؤولة فانا اللي هبتدي اوجه العالم من حواليا انه ادعموني، ساعدوني. لو ما لقيتش الدعم والمساعدة يبقى انا مش بطلب الدعم من الحد المظبوط. تمام. شكرا يا سلمى. شكرا يا لو.